سلمى فين الاكل؟ حاضر. سلمى اعملي لي كوبايه شاي. حاضر. سلمى العيال دي بتزن ليه؟ عايز انام لي ساعتين. حاضر والله، بحاول اكله هو عشان ينام. حاضر. فين ريموت التكييف؟ ما هو عندك. سلمى سكتي العيال، عايز انام. يعني هم عيالي لوحدي؟ يعني ما تيجي تشوفهم معايا، ولا تيجي ليه؟ انا جايه لك. اقول لك ايه، شيلي ابنك دلوقتي وحطيه في السرير، واعملي نفسك مش سامعه الراجل اللي بينده عليكي من اخر البيت ده، علشان تناوليه كوبايه الميه اللي هي في ايده اصلا. محتاجاكي تاخدي خطوتين لورا كده ونشوف الموضوع من زاويه اوسع، قبل ما تقعي مننا بعد الشر او يجيلك انهيار عصبي. في لحظه من اللحظات بتلاقي نفسك مطالبه ان انت تسدي احتياجات كل اللي في البيت لوحدك وبطولك، يعني بتشيلي هم العيال، ده غير شغل البيت وطلبات جوزك اللي ما بتخلصش. مبدئيا كده اللي انت لسه منزلاه من على ايدك دلوقتي ده مش ابنك او بنتك لوحدك، في حد موجود معاكي في البيت هو شريك معاكي في المسؤوليه بنسبه 50%. هتقعدي معاه وتفهميه ده. صحيح يعني هي القعده دي المفروض انها كانت تحصل من ايام الخطوبه، بس مش مشكله، ملحوقه. ده الوقت اللي هتطلبي منه انه يتواجد معاكي فعليا ويشارك معاكي في مسؤوليه الطفل، لان مسؤوليه الراجل مش بس انه يجيب فلوس وخلاص. معلش يعني مع كامل احترامي، ما احنا كتير مننا برضو كستات يعني بيشتغلوا برضو بيجيب فلوس. محتاجه تقولي له ان المسؤوليه بتاعه تربيه البيبي من اليوم الاول هو موضوع مشترك، موضوعكم انتوا الاتنين، مش موضوع حد لوحده. بصي يا ستي، هي قعده الاتفاق دي مهم طبعا انها تتعمل في الاول، لكن الاهم من الاتفاق هو التدريب العملي. خدي عندك بقى رقم 1، هتقسمي الشفتات بتاعه رضاعه البيبي من الببرونه بالليل عندك وعنده. انتي نص اليوم الاول وهو التاني او العكس، وده طبعا بالتوافق مع ظروف شغله. رقم 2، لازم يحضر معاكي وانتي بتغيري للبيبي، وواحده واحده كده لازم يتعلم اللي انتي اتعلمتيه، علشان كمان لما يقضي وقت مع البيبي لوحده يعرف يغير له ويعرف يتصرف وما يلاقيش نفسه غرقان رقم 3، لما الطفل يكبر شويه لازم يشترك معاكي في ان هو يا اما ياكل البيبي يا اما يساعده في ان هو ياكل نفسه. رقم 4، لما تبقوا خارجين عادي جدا على فكرة انه يشيل معاكي يا اما شنطة البيبي يا اما البيبي نفسه، عشان صدقيني هتقعي لو عملتي فيها وندر وومن وعملتي كل حاجة لوحدك، وهو ماشي قدامك اخره شايل الموبايل وعلبة السجاير وسلسلة المفاتيح. رقم 5، المشاركة في أوقات الملل. لازم جوزك يبقى عارف إن هو لازم يشترك في ده، ما يبقاش قاعد طول النهار ماسك الموبايل أو بيتفرج على الماتش وسايب ابنك أو بنتك قاعدين لوحدهم. لازم جوزك يقعد ويلعب مع الأطفال ويتواصل معاهم ويقعد معاهم على الأرض زي ما انت كمان بتقعدي معاهم على الأرض. من الآخر في نشاطات كتير قوي ممكن تخلي جوزك يشاركك فيها، بس فعلا من الأول لازم تخليه يشمر ويشيل معاكي الليلة، علشان ما يتحولش وتلاقيه هو كمان بقى عبء عليكي في المستقبل، وتحسي ان الحياه بقت رخمه وصعبه وتوصلي لمرحله ان محدش حاسس بيكي. انت اللي عليكي الدور ده، ان انت تجيبي جوزك وتحضريه معاكي كده وتخليه ينزل معاكي الملعب. اكتبي لي في التعليقات، شايله الليله لوحدك ولا جوزك نزل الملعب معاكي؟